ابعدتم هيثم عرابي؟ هل هو استقال ولا انتوا اقلتوا؟ انا شخصيا لم تصلني استقاله هيثم عرابي، واذا كان في حد بيطلع يستقيل في الاعلام قبل ما يستقيل في النادي يبقى مع الف سلامه، ولا يلزم النادي الاهلي. أيوة. وبعدين انا عايز اسال سؤال، طبعا سمعتها من الاعلام. انما هيثم عرابي لم يتقدم باستقالته رسميا، وهيثم عرابي انا كنت بكلمه قبل ما ينشر الخبر قبلها بيوم. هيثم عرابي مدير تعاقدات، مدير اداره تعاقدات يا استاذه لميس، وده مركز مهم جدا. كان بقى لنا ده اللي بيشتري اللعيبه؟ لا مش ده اللي بيشتري اللعيبه. اللي بيشتري اللعيبه لجنه الكوره والقطاع الفني ومجلس الاداره، مش هو اللي بيشتري اللعيبه. هو يكلف بالتفاوض. انما مش هو اللي بيشتري اللعيبه للنادي الاهلي. ما ينفعش نقلل من النادي الاهلي لهذه الدرجه. لا بتكلم ان هيثم عرابي يا استاذ، هو ده اللي بيتفاوض يا استاذه لميس. انا هيثم عرابي مضيت على قرار تعيينه بناء على رغبه الكابتن علاء عبد الصادق على ان يعاد التقييم في اداء هيثم عرابي خلال 6 اشهر. تمام؟ لم يمروا ال6 اشهر حتى الان. هيثم عرابي بقى له 3 اشهر في النادي. طيب هل يعني اقصد ما موضوع هيثم عرابي؟ يعني انا اقصد ما هو عايز اسال هو الناس يعني هناك استقالات. هو لما يستقيل مدير اداره الخدمات في النادي الاهلي، ايه المشكله؟ لماذا نبحث عن مشكله نجري وراءها جميعا؟ تعقيبك هذا قبل ما اعقب اقول اي حاجه، قبل ما اجي انا كنت واخد قرار. التاريخ ما بيرحمش حد، الجمهور ما بينساش اي حاجه. انا بحترم الكيان وبحترم التاريخ. انا مش هخاطب اي اشخاص ايا كان الشخص مين في النادي. تمام؟ انا هنا لا هجرح في النادي ولا هجرح في الكيان، وانا عارف ان في ناس كتيره مستنيه ومتوقعه ان انا هرد. انا بس هطلب منك طلب واحد، ان في حاجات هتحافظ عليها احتراما لاسرار النادي، احتراما لشغل النادي. ومره تانية اي حد بيطلع على الفضائيات وبيتكلم على النادي وبيطلع اسراره وبيطلع مشاكله، التاريخ مش هيسامحك ولا هيسامحني لو عملت كده. وان انا موجود النهارده هنا في حد ذاته، والحاله اللي موجوده في الاعلام، اعتقد يعني مهما قلت لك انا حزين قد ايه ان انا مشارك فيها، حاسس ان انا جزء من المشكله. يعني انت عارف ان انا فكرت قد ايه عشان ما اطلعش، عارف، وطالع غصب عني لان في امور كتيره جدا. انا كنت الاول ساكت لاني كنت بشتغل. دلوقتي لقيت الكل بيجرح من غير حتى ما يسمعني، لقيت حتى ناس ما اعرفهاش حاجات انا عمري ما شفتها. انا ما جيتش مصر عشان اشتغل. يعني خلينا نبدا نرد واحده واحده، بس يعني ارجوك تبقى صبور شويه معايا في الحلقه لان جدا. انا زي ما يعني ما اتكلمنا، انا بس هقول للناس انه انا قبل ما ادخل الهوا برضه سالت